هاي يا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ I hope you all doing great. طبعا انا بدي بلش معكم اول سلسلة لرمضان يلي هي سلسلة تجهيزات لرمضان. هيدي السلسلة حتتضمن معنا تجهيزات شخصية على المستوى الجسدي، على المستوى الروحي، وخدكن معي تخلي البيت يكون الثيم تبعه رمضان. بدي اشارك معكم كل شيء بدي اعمله لرمضان هيدي السنة. اليوم اول حلقة معنا بهيدي السلسلة، فبدي اياها تكون كتير سبيشل. فحتتضمن معنا اني جاي اليوم، بتعرفوا كلكم تعرفوني از بلوند والشعر طويل البلوند والحلو، انا بدي هالمره اني شيل كل الاكستنشن وكل الهايلايتس الموجود بشعري، وقصه كمان اني غير اللون. فهي خطوه كتير كبيره بالنسبه لي، لاني انا صار لي 5 سنين بلوند جايز. ليش بدي هيك يفوت على رمضان هيك شعري حقيقي، ما عندي اكستنشن، هي فيك تحمم بسهوله، في اعمله بسهوله، ما بدي اعطل هم شيء. انه رمضان وقت كتير حلو انه اهتم بجمالنا الطبيعي، انه انا بيوتي انفلونسر، فبدي اشارك معكم هذا الشيء. طبعا كل شيء حيتم بصالون يلي هو صالون محاسن موجود بدبي، صرتوا كلكم تعرفوه. عبالي خلي البيت والصالون كمان انه فيهم رمضان فايبز، مثل ما خليتهم انه يكونوا فالنتاين فايبس. ما بدي احرق لكم كل الافكار حتشوفوها طبعا بباقي السلسلات يلي حنعملها. هاي اول سلسله واكيد ما حتكون اخر وحده. عبالي اني اعملكم يلا نفطر، حيكون كمان برمضان يلي هو سلسله حنطبخ فيها مع بعض الافطار بالبيت. يس، حكون بيت هالمره. فاذا عجبتكم الفكره اكيد ما تنسوا السبسكرايب واللايك والشير. خلونا نكفي الفيديو ونشيل هالشعر ونتحول لانسان جديد. اوكي يا حلوين، اول شيء بدنا نعمله هو نشيل كل الاكستنشن يلي حتضلها 70 سنه ضوئيه لتخلصهم. مثل ما قلتلكم بالانترو انه بدي اكيد صور. اوكي، ححاول ما امكن اسوي، مع انه جوزي ما بيحب الكاميرا وهيك، بس ححاول اني اسوي لكم رده فعل جوزي على اللوك تبعي الخطير. انا مآمنه انه حيكون خطير، ما بعرف انتو اذا بتوثقوا فيه. هلا انا وثقت فيكم على الانستغرام. فاول شيء اكيد بدنا نشيل الاكستنشن. الموضوع حياخد معنا كتير وقت، خلوني اعطيكم ابديت على السريع. اول شيء قصينا وهلا عم نشيل الاكستنشنز. كتير عجبني هذا الشعر القصير صراحه. غالبا بدي اصبغ، لانه ما بدي ضل البليتش. اصلا هذا 3/4 اكستنشن. صار لنا تقريبا 45 دقيقه، هلا وصلنا للنص. فيا حلوين، صار لنا ساعه وشوي عم نشيل، تقريبا فاضل شي 20 دقيقه نكون خلصنا كل شيء. بس بدي فرجيكم كمية الشعر اللي وقع على الأرض. هاد كله فاضل كمان وراي. فيكم تتخيلوا؟ بعتقد حأصبغ كمان لتغمق، مع انه حبيت هيدا اللون. بس هو الغرض كله انه نشيل الهايلايتس كرمال حاول انه نظبط الشعر. فبس نشيل الاكستنشن، فرجيكم شعري الحقيقي، لانه هذا مش شعري الحقيقي. فرجيكم شعري الحقيقي جايز. شوفوا شعري هيك، لك ايه راح كلياته. خلص شلنا كل شيء. شوفوا يا حلوين الشعر. هلا هاد شعري، هذا قصيته بالغلط، كان في هون شعر كمان تقص بالغلط، بس غالبا هاد حينقص لانه كتير خفيف من تحت. طلبت بربر طبعا المساند الرسمي ساندويتش، لاني صار لي قاعده هلا ساعتين ولسه في عندي اكستنشن ما انشال. بس خليني اكل، والبنت كمان اخذت بريك مال تاكل او شيء، وانا حاكل لانه صراحه اذا ما اكلت هلا حيغمى علي في اي لحظه. جايز متخيلين انه انا شعري قصير هالقد؟ انا ما متخيله صراحه. رجعنا لكم يا حلوين. طبعا لساتنا عم نشيل، خدوا بالكم نحن لسه عم نشيل. بس هذا هو الطول اللي حيكون ان شاء الله. بتعرفوا انه انا قصيت شعري الحقيقي بالغلط، انه ما كنت عارف انه شعري هالقد طولان، فانا قصيت هالقد. المهم ما علينا، ما فاضي كتير نصبغ، فخليكن معنا. شكلي بضحك اوكي، بس انه حطينا ماسك كرمال تقدر انها تمشط لي الشعر. ما فينا نمشط الشعر بلا ما نحط ماسك، بس نكون حاطين اكستنشن. ليش؟ لان نقطع الشعر كتير. فهلا حطينا ماسك، حنتركه شوي بعدين نمشط كل شيء. بتعرفوا انه هلا حنبلش صبغه. شلنا كل الاكستنشن. هاد شعري الحقيقي، قالوا لي لا مبين. حنخلص صبغه. ما بدي اقول لكم اللون، بس نخلص ونعمل سشوار بفرجيكم اللون
الصبغة على المزبوط. فستي تيون. ما بحب اني مللكم معي ضلكم، لانه نص الوقت عم ضل بس قاعدين ناطرين مثلا الصبغة تتفاعل مع الشعر. فبس هون انا مختفية، حنرجع لكم بس نغسل الشعر. جايز جاهزين انكم تشوفوا النتيجة؟ لانه انا مني جاهزة. 3 2 1. مين دي؟ Look at this. عن جد قد ايش الشعر بيغير. قصرنا عشان الاكستنشن مثل ما عم تشوفوا، غيرنا لون الصبغة. قولولي شو رأيكم بالكومنتس. أنا الصراحة كتير حبيت. طبعا لسه بدنا ناخد رأي جوزي وردة فعله، بس روح على البيت بصور لكم. فستي توند، واكتبوا لي هلا بالكومنت شو رأيكم، قد ايه بتقيموا اللوك من 1 ل10. أنا 10. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك، وخليكم معنا تنشوف الرياكشن. جايز جبت الكاميرا بسرعة لأنه جوزي هلأ فايت على البيت، بدي فرجيه اللوك ونسمع، ما بيحب يبين على الكاميرا، نسمع مع بعض الرياكشن تبعي. ماي جاد، صدق فكرت في حالي بخربط بالابارتمنت. واو بيب، سو بيوتيفول والله العظيم. عجبك؟ كثير حلو. قول الصراحة. هو القلب غالب عجبك يعني؟ كثير حلو. كبير. قد ايه بتقيم اللوك من 1 ل10؟ 100 على 10. ميرسي. وبهيك يا حلوين كون خلصنا فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم وعجبكم اللوك. طبعا تفاصيل وصور اكتر حتلاقوها على الانستغرام وعلى التيك توك. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب واللايك والكومنت الحلو مثلكم، وانا اكيد بشوفكم بالنكست فيديو.